اف ام على 108 اف ام. شكرا لمعلقنا الرياضي كابتن محمد رمضان، والف مبروك للنادي الاهلي. قدر ان هو يقدم اجمل عيديه النهارده في تاني ايام العيد. كل سنه ومستمعينا بخير وصحه وسعاده. وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الاول كان كره عرضيه رائعه من علي معلول من الطرف الايسر على راس محمد عبد المنعم، اللي سدد كره راسيه متقنه داخل الشباك. ده كان في الدقيقه 46 في الوقت بدل الضايع من أحداث الشوط الأول. والهدف الثاني من خلال متابعتنا ليه كان تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى حمدي فتحي يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الكرة الشباك من خلال الأحداث الشوط الثاني. متواجد معانا نجومنا النهارده في ملعب فم كابتن هادي خشبة، كابتن محمد عبد الفتاح كفتة، وناقدنا الأستاذ خالد طلعت، اللي توقع إن النادي الأهلي يقدر يفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء، لكن جلت منك يا كوتش والنادي الاهلي فاز بهدفين مقابل لا شيء. كابتن هادي خشبة، الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره على المباراه الجميله. والحقيقه النادي الاهلي كان محتاج فعلا ان هو يكسب باكتر من هدف بحيث ان هو يعزز موقفه في مباراه العوده. مباراه النهارده كانت مميزه للنادي الاهلي في كل الخطوط، سواء حارس المرمى الشناوي هي ادى بشكل كويس واختبر اكتر من مره الحقيقه فعلا. تمام. وكان في مواقف معينه كان لازم هو يتعامل فيها بخبراته وتمركزه تمام. وعينه على الكوره، والحمد لله اتعامل فيها بشكل كويس. خط الظهر سواء بقى محمد عبد المنعم او متولي ما فيش اخطاء منهم، متمركزين بشكل كويس، التغطيه بتاعتهم كويسه جدا، التمركز الدفاعي كويس جدا بالنسبه لهم. هاني ومعلول ادوا واجبات دفاعيه واجبات هجوميه بشكل كويس جدا، خاصه علي معلول بالتمريره الرائعه لمحمد عبد المنعم اللي هو طلع في توقيت غريب جدا واحرز هدف في شكل جمالي مميز جدا. هو مميز بضربات الراس. وكذلك هاني برضو تحس ان الكور المشتركه بتاعت هاني دايما هو بيستحوذ عليها، وهو اللي اكثر خشونه، رغم ان وشه ما يجيبش، يعني وشه تحس ان هاني ايه رقيق شويه، تمام. لكن هو في الكوره في واحد على واحد لا بيشتغل بشكل كويس. الثلاثي اللي في نص الملعب السولية او اليو ديانج او مروان عطيه حقيقه ادوا تمركز وارتكاز في نص الملعب، خلى فريق الرجاء اللي انا كنت فاكر الرجاء ممكن يكون اضعف من كده شويه، لا هو فريق كويس وعنده حلول وعنده امكانيات كويسه، لكن بوجود الثلاثي اللي في نص الملعب قدر ان يعني هو قدرنا يحجم خطوطهم بالظبط شويه. بشكل تمام. كويس جدا. كهربا كان بيحاول، بس كان بيطلع على الطرف كتير، كان بيحاول مع الهداف. سحب كهربا ولا كان ممكن ان هو لا يعني يبقي انا عليه كنت عايز كهربا يبقى موجود جنب محمد يستمر؟ شريف، كنت تمام. عايز الاثنين، هما الاثنين عندهم كوره، عندهم كان ممكن حلول. حصيله الاهداف تكون اكبر من كده. ممكن كهربا الحقيقه هو اتظلم شويه في الشوط الاولاني ان هو ما كانش بتجيله كور كتير، وفي نفس الوقت بيتحرك على الاطراف كتير، فكان الصندوق ما كانش فيه حد مهاجم واضح يعني. تمام. فعشان كده يمكن كولر خرجه. ولكن بنزول بقى حمدي فتحي وبنزول محمد شريف حصل نوع من الحراك شويه، وحقيقه تمريره رائعه من بيرستاو لحمدي فتحي احرز منها الهدف الثاني تمام. بتمريره جيده من بيرستاو. شكل النادي الاهلي شكله كويس، اداؤه منظم، محافظ على خطوطه بشكل كويس. كولر ما اندفعش بشكل هجومي زياده عن اللزوم اتزان عشان دفاعي مع يحاول الهجوم. لا اتزان دفاعي تمام. وهجومي بشكل تمام. كويس. ده كانت رؤية فنية سريعة مع كابتن هادي خشبة، سريعة لكابتن محمد عبد الفتاح. يعني ألف مبروك، فوز مهم جدا قبل الشوط الثاني اللي هيكون إن شاء الله يوم السبت القادم 29 إبريل. ونتمنى بإذن الله النادي الأهلي يقدر إن هو يعزز هذا الفوز. تغييرات مارسي كولر من خلال متابعتنا النهاردة، يعني دفع سحب كهربا ودفع محمد شريف، وسحب عمرو السولية ودفع حمدي فتحي. وايضا التغيير الثالث سحب حسين الشحات ودفع بيه خالد عبد الفتاح. رأي حضرتك في تغييراته النهارده؟ الاول طبعا بنبارك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته. والنادي الاهلي زي ما قال الكابتن هادي يعني ادى مباراه، قدر ان هو يطلع من المباراه باللي هو عايزه. مدام النادي الاهلي يمكن احنا كنا طمعانين شويه ان يبقى في هدف ثالث، ولكن برضو النتيجه نوعا ما مطمئنه، مش مطمئنه طبعا للدرجه اللي تخلي النادي الاهلي يبقى رايح يبقى فيه يعني ممكن يغير في التشكيل او يبقى في سهوله في المباراه او الثانيه. يلعب بقى لا اريحيه اكتر. يعني دي جرس انذار. احنا خلاص ال 45 دقيقه الاولانيه عدت الشوط خلاص، الاول. مستنيين بقى الشوط الثاني ان شاء الله هناك.
وانا بقول سهل يعني. كابتن يمكن كابتن خالد طلعت قال نقطه مهمه جدا في بدايه الاستوديو. اقل خط في فريق الرجاء هو الديفنس تمام. او الاربعه اللي ورا، يمكن واقوى القلب خط اكتر كمان. الهجوم. هو في خطر جدا فعلا، صح. يمكن بالدليل النهارده ان برضه الشناوي اختبر اكتر من مره. الشناوي نجم المباراه. تمام. يعني خلينا نتكلم ان الشناوي نقطه تحول كبيره جدا النهارده في المباراه. لو كان لا قدر الله قدر ان الرجاء تحرز هدف، اعتقد الشكل كان هيختلف تماما. حفاظ الشناوي على شبكته ان هي نظيفه كده ادت ان ممكن النادي الاهلي يحرز هدف في اي وقت، وده اللي حصل. ان النادي الاهلي قدر ان هو يحرز هدف في الدقيقه 45. التغييرات يمكن زي ما احنا اتكلمنا كده، ويمكن احنا كنا بنتكلم ان كان ممكن يحصل مثلا ايه، ان انا اطلع بيرسي تاو وانزل كهربا واخلي كهربا بجانب شريف. ما اعتقدش ان مستر كولر بيفكر التفكيرات ديت، لا هو بيحب ان هو يغير مكان بمكان. تمام. فطبعا مركز بمركز. مركز بمركز، او يعني مثلا بيبقى هو ليه نظره معينه ان انا خلاص كهربا اداني مثلا لمده 60 دقيقه، فخلاص ممكن ما يقدرش يديني في اي مكان تاني في الملعب. يعني يمكن كابتن خالد يقول لك طب نخليه مثلا طرف شويه، ومثلا ممكن اخلي محمد شريف هو الراس ما حربه. شفناش من كولر الحلول البديله دي. لا ما عندوش هو الحلول ديت. هو بيحب ان هو يستنفذ اللعيب لغايه اقصى وقت ممكن يلعب فيه، او هو ان هو يأديه، وبعد كده بيدفع بدم جديد. اعتقد برضو ان شريف لما نزل كان ممكن ينزل بدري شويه، ولكن هو كان ليه وجهه نظر معينه. انا اتكلمت من اول الاستوديو يا مدام نجلاء على حمدي فتحي. تمام. الوحيد اللي بيقدر وانا ممكن قلت لحضرتك يفك فعلا. لا، والوحيد اللي بيجي تواجد جوه ال 18 هو حمدي فتحي. يمكن حتى الكرة اللي جات له، يمكن احنا كنا بنتكلم، الكرة جات له مش على عدلته، هو حمدي فتحي بيلعب بيمينه، ولكن اتصرف فيها كويس جدا ان هي نطت يعني، طبت مره واحده وحطها بوش رجله. اي حته بقى بوش رجله هتيجي جون، وده اللي حصل. فاعتقد ان هو كان موفق جدا. يمكن تغييراته حتى النهارده مستر كولر كانت قليله، ما استنفذش كل التغييرات. ولكن تغييراته كلها تغييرات اعتقد ايجابيه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يطوي بقى الصفحه دي تماما، ما يفكرش فيها في الشوط الثاني اللي هيكون يوم السبت الجاي ان شاء الله، لانه هيبقى صعب جدا. تمام. الجماهير هناك صعبه جدا. هي فرقه زي ما قال الكابتن هادي، احنا كنا فاكرينها ان هي فرقه لا اقل من كده، لا هي فرقه كويسه، بتنقل كوره كويسه، عندها لعيبه مهاراتها عاليه جدا. يمكن بس هي النقطه اللي هي تنقصهم هو قلب الدفاع او الاربعه. تمام. دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه الشوط الثاني هيكون ان شاء الله ناقدنا الاستاذ خالد طلعت يوم السبت القادم. مظبوط. عشان الاهلي يعزز هذا الفوز يعمل ايه؟ لان طبعا زي ما سمعنا الكباتن قالوا الرجاء من الفرق القويه وعندهم خط هجوم قوي جدا، واعتقد ان هم هيذاكروا النادي الاهلي وما حدث في استاد القاهره علشان يقدروا ان هم يعني يتغلبوا عليه او يفوزوا عليه. عندهم عنصر مهم جدا، الارض والجماهير. مظبوط طبعا. ابدا من المباراه هتكون صعبه طبعا، فريق الرجاء فريق كبير، والحضور الجماهيري هيكون طبعا مساند ليهم بشكل كبير جدا. لكن هو اعتقد كلمه السر في مباراه العوده هو تسجيل هدف. النادي الاهلي لو نجح ان هو يسجل هدف، واعتقد الامور في المتناول، لان زي ما شفنا هم خط هجومهم خط هجوم قوي جدا، لكن خط دفاعهم عليه علامات استفهام كتيره جدا، وعندهم حتى اكتر من اصابه في خط الدفاع. فاعتقد النادي الاهلي لو نجح في تسجيل هدف في ماتش العوده، يبقى في الحاله دي الرجاء محتاج يسجل 4 اهداف، واعتقد دي باذن الله شبه مستحيله على نادي كبير بحجم. السيناريوهات المتوقعه او السيناريوهات المطلوبه اللي انا اتوقعه ان هو الاهلي يعني يعدي الدور ده. اتوقع كولر هيبدا برضه ب3 في نص الملعب، هيامن دفاعيا بشكل كبير جدا زي ما لعب النهارده. هيبقى في ثلاثي في نص الملعب عشان يعملوا ستاره في نص الملعب ويستحوذوا اكتر على الكوره، ودي هتصعب الامور على فريق الرجاء ان هو ينجح في تسجيل هدف مبكر. وبالتالي بعد كده هيعتمد على الهجمات المرتده. عنده طبعا سرعات في بيرسيتاو، وعنده حسين الشحات، عنده كهربا برضه ماشي بشكل كويس. اعتقد الهجمات المرتده للنادي الاهلي ممكن تشكل خطوره بشكل كبير جدا على خط دفاع نادي الرجاء، بحيث ان هو ينجح في تسجيل هدف. بقول لك هو كده تسجيل هدف كلمه السر. لو الاهلي سجل هدف خلاص الامور هتكون شبه محسومه وشبه منتهيه، لان في الحاله دي الرجاء هيحتاج 4 اهداف. فاعتقد لا الامور باذن الله في المتناول للنادي الاهلي، زي ما كابتن هادي قال وكابتن كفته، ما يبقاش فيه اطمئنان بس زياده عن اللزوم. لكن استقبل هدف، ما لو استقبل هدف يبقى في الحاله دي لازم بقى يبحث عن هدف، يعني لازم يبحث عن تسجيل هدف، لان بقول لك الهدف هيصعب الامور للرجاء. لان لو استقبل هدف هيبقى منتظر لغايه الدقيقه الاخيره، لا قدر الله الرجاء يسجل هدف نروح لوقت اضافي وركلات ترجيح. مش عايزين نوصل للمرحله دي. لكن لازم الاهلي يلعب ان هو رايح بغرض ان هو يسجل هدف في اي وقت من اوقات المباراه. في 90 دقيقه سجل هدف واحد هيضمن الاهلي الوصول بنسبه 99%. اف ام على 108 اف ام. كابتن هادي خشبه، اصرار كولر على بيرسيتاو.
هو بيرستاو لعيب كويس طبعا، ما فيش شك يعني، هو لعيب كويس ولكن مستواه متقلب شويه. فاحنا بنقول طبعا لما يبقى المدرب بيساند اللعيب وبيديله دايما وقت في المباراه بيشارك ويديله ثقه، فدي حاجه كويسه جدا يعني بيرستاو النهارده احنا ما كناش عندنا قناعه بيه في الشوط الاولاني، تحسن نسبيا في الشوط الثاني، عمل تمريره جيده لحمدي فتحي احرز بيها الهدف الثاني. تمام. فهو يا بخته اللي المدرب بيصبر عليه، ويا بخت المدرب يبقى محظوظ ان اللعيب يبقى المدرب بتاعه بخت اللعيب مقتنع، فعلا يبقى مقتنع بيه. اكيد. فدي حاجه ده كويسه رزق طبعا، على فكرة. رزق. مش كل مدرب ممكن بيصبر. يبقى مش كل مدرب يصبر على لعيب. فهو طبعا حظه كويس ان كولر مقتنع بيه وبيديله مساحه من الوقت كويسه. فهو لازم بقى دايما يثبت ان هو لعيب متميز. تمام. خاصه ان هو لعيب اجنبي، فلازم الاجنبي ده يبقى يعني في المركز بتاعه يبقى رقم 1. تمام. عشان يقول دايما ان انا استحق ان اكون في هذه المكانه. اتكلمنا في الاستوديو التحليلي عن غضب بعض اللعيبه لما المدير الفني اللي هو بيسحبهم. هو متضايقين، حاسين ان هم يعني مش اوحش حاجه علشان يتم سحبهم، خاصه لو هو هداف كبير قوي. بصي، هو الشعور ده للعيب الكوره يعني مؤلم بصراحه يعني يضايق ليه بقى؟ لان في الاخر انا بلعب حتى لو انا مش كويس، انت عايز تدي رساله. يعني انا كلاعب بقول ايه، انت كده اما بتخرجني قدام كل الجماهير يبقى انا لعيب مش مأدي اللي عليا، انا لعيب انت مقيمني ان انا اقل واحد في الفرقه. تمام. ده كل تفكير لعيب بيفكر كده مع نفسه، لكن المدرب ما بيفكرش كده. المدرب ممكن يخرج لعيب كويس بس عايز يصلح موقف فني. تمام. فاللعيب ما بيحسبهاش. اللعيبه الكبار خرجوا في اوقات يعني بالظبط. هي الفكره انك ازاي تعبر عن غضبك. هي دي النقطه. كل لعيب بيتضايق، اي لعيب في الدنيا بيخرج من المباراه بيتضايق. تمام. خلينا نتفق. وضيقته يعني حاجه عاديه جدا، حاجه عاديه ومشروعه، لكن هي بقى ازاي تعبر عنها. ثقافتك هنا بتبان. في بقى واحد يطلع يبقى مكشر زياده عن اللزوم، فاللعيب اللي نازل ده بيبقى متضايق، بيصدر له طاقه سلبيه، بيكشف وش المدرب، ما بيسلمش عليه. بنشوف لعيبه بيتخانق مع المدرب عشان غيره. يعني هي درجات تطلع لغايه ما يبقى فيه خناقات يعني. تمام. لكن هو الصح ان انت تمتثل القرار وتراجع نفسك. ممكن فعلا ان انت تكون مستواك مش كويس فتقدر تصحح. ده اللعيب الذكي. تمام. عايزين يعني نتكلم على حاجه مهمه جدا. الاهلي يعني مسافر وهو مرتاح شويه يا كابتن هادي، يعني يكفي التعادل السلبي، في المقابل بيحتاج الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف للتاهل. سلاح ذو حدين. احيانا لما نبقى احنا مضغوطين شويه، يعني انا بعتبر نتيجه 2-0 دي نتيجه مضغوطه شويه، خادعه. يعني لا مضغوطه بمعنى ايه، ان انا لو كسبان 3 أو 4 هروح هناك هبقى مريح شويه. فالمضغوط احسن. تمام. ان انا مضغوط ان انا كسبان هيكون اكثر تركيزا واكثر حماسا واكثر تنظيما في الملعب. تمام. انا رايح مركز، انا لسه الماتش في عوده، وده شوط اول وفي شوط تاني. لكن فكره بقى 3 ولا 4 ولا انا يعني فرقه سان داونز كسبانه 4-1 اما تروح تلعب في ملعبها هتعمل ايه يعني خلاص هيتدلعوا يعني. تمام. خلاص. تمام. يعني المدرب هيقول له ايه؟ يعني مش هيقول له حاجه بقى من اجل الشهره. ايوه. فلا احنا مضغوطين ان احنا كسبين 2 بس، ودي نتيجه تعتبر جيده، بس في نفس الوقت انت لازم تعبر عن نفسك في ماتش العوده وتقدم نفسك بشكل كبير بره ملعبك. والنادي الاهلي قدم ماتشات بره ملعبه رائعه وقويه جدا، طالما انت محافظ على الاداء البدني. تمام. والتركيز الذهني والتنظيم في الملعب، وان اللعيبه قلبها على قلب بعض، وكل اللي بيغير ما بيغيرش، بتنزل بتلعب مين اللي تشكيل ده كذا. مش مهم. احنا تيم واحد. وفي الاخر احنا عايزين نعدي المنحنى اللي جاي ده ان شاء الله. لما يكون معانا ناقدنا الاستاذ خالد طلعت يبقى اكيد هيوفينا بارقام مختلفه عن هذا اللقاء. ارقامك بتقول ايه؟ يمكن ارقام المباراه النهارده، الاستحواذ كان 65% لصالح فريق النادي الاهلي مقابل 35% للرجاء، ده على مدار المباراه 90 دقيقه. ده طبعا بيؤكد ان الاهلي كان اكثر استحواذا بفارق مريح. التسديد على المرمى كان 11 تصويبه للنادي الاهلي مقابل 6 تصويبات فقط لفريق الرجاء. ال 11 تصويبه للنادي الاهلي منهم 5 بين القائمين والعارضه، فريق الرجاء منهم 3 فقط بين القائمين والعارضه. فبالتالي يعني معظم الارقام كانت بتصب في صالح النادي
النادي الاهلي النهارده، سواء الاستحواذ، سواء التصويب على المرمى، التصويب بين القائمين والعارضه. فاعتقد اجمالا على مدار 90 دقيقه يمكن الاداء ما كانش مرضي قوي للناس، ما كانش فيه ناحيه فنيه عاليه للنادي الاهلي، لكن لا، بالارقام الاهلي كان متسيد المباراه وهو الافضل من فريق الرجاء. تمام. الفايز من الاهلي والرجاء كابتن عبد الفتاح كفته يعني هيلعب ضد الترجي الرياضي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري في دور نصف النهائي، ولقاء الذهاب خارج الديار. يعني ده برضو موضوع مهم جدا، هنلعب مع مين في الفتره الجايه؟ يبدو ان دول شمال افريقيا ورانا. يعني حضرتك مش عايزين نسبق بس الاحداث ان شاء الله باذن الله. يعني هو الكابتن هادي قال نقطه مهمه جدا، الماتش ما يطمنش. يعني برضو خلينا نتكلم بقى بمنتهى الصراحه، الماتش 2-0 ما تديكيش الطمانينه ان انت ممكن ان المباراه خلاص المباراه انتهت. يعني لا، يعني هو طبعا اكيد مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد هيقولوا الكلام اللي احنا بنقوله خلاص احنا عدينا خلاص الشوط الاولاني ننساه. يمكن اللعيب لما بيلعب باريحيه تبقى مختلف تماما عن اللعيب ان انا رايح ودي الماتش للاسف ثقافه اللاعب المصري. بالظبط كده. دي بالظبط. للأسف. فخلينا نتكلم دلوقتي ان النادي الاهلي محتاج الدعم النفسي والثقه بالنفس، وينسى المباراه الاولانيه دي تماما ويفكر في المباراه الثانيه. لان انا بقول لحضرتك المباراه الثانيه هتبقى مباراه صعبه جدا جدا. الفرقه ديت فرقه محترمه، تقدر على ملعبها ان هي تسبب قلق كبير جدا للنادي الاهلي. جماهير المغرب دي احنا شفنا النهارده الجماهير في القاهره النهارده، شوفوا بيشجعوا ازاي وبحماس ازاي. فاكيد هيبقى في ضغوط كبيره جدا على النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي طبعا لعيبته واكيد مجلس ادارته هيدعم الكلام والجهاز الفني ان لا، احنا المباراه محتاجينها. وفي فرق كبير جدا بين ان انا محتاج المباراه وفي فرق ان انا بلعب لا باريحيه. يعني ممكن اغير في التشكيل، ممكن الاعب وجوه جديده، ممكن طريقه اللعب كمان تختلف. بل بالعكس بقى، يعني ممكن النادي الاهلي يفاجئ الرجاء زي ما فاجئ الرجاء النهارده النادي الاهلي. يعني ممكن يبدا ضاغط. ويمكن الكابتن خالد طلعت قال حاجه مهمه جدا 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 جدا. النادي الاهلي لو قدر ان هو يحرز هدف في بدايه كمان المباراه او في بدايه الشوط، اعتقد ده هتدي اريحيه كبيره جدا. نخش بقى على النقطه الثانيه ان شاء الله باذن الله بعد ما النادي الاهلي ان شاء الله نبارك له بالتاهل. اعتقد يعني انه لو هيلاعب اي فرقه تاني النادي الاهلي، اعتقد يعني يمكن بس باستثناء سان داونز هي يمكن الفرقه الوحيده اللي تقلق النادي الاهلي. النهارده فايزه على شباب بلوزداد 4-1. لا هي فرقه، هي فرقه بصراحه. يمكن احنا كنا بنتفرج على الاهداف، لا اهداف جميله واللعيبه بصراحه. تمام. نتكلم بمنتهى الصراحه، هي فرقه اقوى من يمكن هي اقوى فرقه موجوده من المرشحين بالظبط. اول جمله بس اعتراضيه وسيبك تكمل. اتفضل. كويس ان الزمالك ما صعدش، علشان يعني الزمالك اتغلب من شباب بلوزداد رايح جاي، وشباب بلوزداد اتغلب على ارضه من سان داونز 4. الموضوع هيكون مؤثر قوي. فلو ما اصل بنتكلم بالحقيقه وبالارقام، انت عارفه بنتكلم بارقام ما فيهاش زعل يعني الزمالك كان اتغلب من شباب بلوزداد في الجزائر واتغلب منه في القاهره. شباب بلوزداد اللي كسب الزمالك رايح جاي، يعني بلغه الكوره كده شال 4 على ملعبه من سان داونز، ولسه هيشيل تاني في جنوب افريقيا. فلو الزمالك كان صعد واصطدم بسان داونز بدل شباب بلوزداد كانت هتبقى مشكله كبيره. نتمنى الزمالك يقدر يفوق مره ثانيه كده ويفرح جماهيره. يعني ان شاء الله باذن الله. لما يكون عندنا اكتر من نادي مشاركين في المشهد الافريقي بيكون المستفيد منتخبنا الوطني. خلينا نروح لناقدنا الاستاذ خالد طلعت يقول لنا المباريات اللي اتلعبت في دوري ابطال افريقيا وتعليق فني مع نجومنا النهارده. كده طبعا الاربع مباريات بتوع الدور يعني الذهاب دور ربع النهائي انتهوا. امبارح الترجي التونسي قدر ان هو يفوز على شبيبه القبائل في الجزائر 1-0، وبالتالي الترجي التونسي بقى اقرب بنسبه 95% طبعا انه يفوز خارج ملعبه، الترجي الاقرب للتاهل. النهارده مباراه الظهر كان سيمبا التنزاني مع الوداد البيضاوي المغربي، وقدر الفريق سيمبا انه يكسب 1-0. يعني هي لحد ما تعتبر مفاجاه الفوز سيمبا على الوداد، ولكن برضو اعتقد خبره الوداد ولاعيبته قادر على التعويض في ماتش العوده، واعتقد الوداد هيكون اقرب للتاهل للسيمي فاينال. سان داونز زي ما قلنا سحق فريق شباب بلوزداد في الجزائر 4-1. خلاص المهمه اصبحت يعني مستحيله لشباب بلوزداد، وسان داونز يعتبر ضمن التاهل بنسبه 100%. طبعا هيلعب ماتش العوده على ملعبه في جنوب افريقيا، هتكون اشبه بنزهه. واخيرا الاهلي طبعا فاز على الرجاء المغربي 2-0. انا يعني رايي الشخصي وتوقعاتي من مباراتي الدور قبل النهائي هيكون الاهلي مع الترجي التونسي وسان داونز مع الوداد البيضاوي المغربي، طبقا لنتائج ماتشات الذهاب في دور الثمانيه وطبقا لمستوى الفرق. اعتقد ده هيكون السيمي فاينال، سان داونز مع الوداد والاهلي مع الترجي. نبصي الكره الكابتن هادي وتعليق فني على توقعات كابتن خالد طلعت.
لا انا هتخطاه شويه، اقول النهائي ان شاء الله الاهلي وسان داونز، ده المتوقع. يا سلام. لو نعدي بقى خلي عندنا سقف عالي شويه. تمام. تمام ان شاء الله. بس هيكون نهائي ايه قوي نهائي جدا الاهلي وسائري هياخد بلغة بطاره الكورة بقى. هياخد بطاره النادي الاهلي، لان فعلا النادي الاهلي يعني ما كانش محتاجين الطرد ده يا كابتن. محتاجينه طبعا. النادي اصل الاهلي آه. اهلي ما مش كده يعني. محتاجين يعني هي مباراه كانت غريبه شويه في شكلها ومضمونها، وكان النادي الاهلي في الوقت ده ما كانش افضل حاجه بالنسبه للتركيز والناحيه البدنيه والذهنيه والفنيه. لكن دلوقتي النادي الاهلي ابتدى يتحط على الطريق بشكل كويس، وفي نفس الوقت لعبته قبلت التحدي، وان شاء الله يبقى هو ده النهائي، والنهائي باذن الله يكون يعني يتختم بوصول النادي الاهلي لكاس العالم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يقدر يفرح جماهيره ويقدر ان هو يوصل ل11 يا اهلي. مفتاح الفوز ايه في المغرب؟ يعني اكيد طبعا خلينا نمشي خطوه خطوه طبعا. وكل خطوه لازم الاهلي يعلن عن نفسه ويقول انا البطل قادم. مفتاح الفوز ان انا انسى المباراه اللي هنا خالص عند النجم، ويبتدي بقى مستر كولر يبقى انسب تشكيل للنادي الاهلي هيبدا بيه من حيث انتهى. يعني انا وجهة نظري ان ده افضل تشكيل، يمكن بس يمكن الوحيد اللي انا يعني هو حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي اعتقد ان هو وجوده في نص الملعب بيضفي للنادي الاهلي شكل تاني، لان هو لعيب بيجيد الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. ويمكن كان الشوط الاولاني كان الاهلي بيفتقد الحته ديت زي ما انا قلت لحضرتك كده، الكثافه الهجوميه جوه ال 18. يعني الوحيد اللي بيقدر تلاقيه، يمكن احنا ما شفناش مثلا عمرو السوليه جوه ال 18 كتير، ما شفناش اليو ديانج جوه ال 18 الشوط الاولاني، ما شفناهمش كتير. الوحيد اللي بيقدر يعمل لك الكثافه الهجوميه والتكمله ديت، وبعدين بتلاقيه في اماكن مش متوقعه. يعني انا دلوقتي ويمكن كابتن هادي افضل واحد يتكلم في الحته ديت، انا راجل بلعب ديفندر، ايه اللي يوديني في الحته دي لجوه ال 18 في هجمه زي دي يا كابتن هادي؟ ما كانتش ضربه ثابته ولا حاجه، ايه اللي يخليني غير ان انا عندي النزعه الهجوميه ديت؟ وبعدين هو عنده ميزه كمان مدام نجلاء، ان هو بيقدر يلعب ضربات راس كويسه جدا، وبيقدر ان هو كمان يلعب الحاجات اللي هي المتحركه اللي هي على الارض دي، زي الهدف كده اللي هو قدر يحرزه. فاي حد في الرباعي دوت، ان كان السوليه واليو ديانج ومروان عطيه او حمدي فتحي، اعتقد ان الثلاثي ده هيبقى ليه دور كبير جدا 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 في التشكيل وفي المباراه اللي هي في المغرب. لان المباراه دي ليها ظروف تانية كمان. يعني يهمني جدا برضو ان اللعيبه اللي هي عندها خبرات بالاجواء ديت تبقى موجوده. فكل اللعيبه اللي بدات النهارده اعتقد كلهم عندهم خبرات. مهم جدا ان انا امتص حماس فريق الرجاء هناك، خاصه اول ربع ساعه واول تلت ساعه. مهم جدا ان انا ما يجيش فيا هدف في الشوط الاولاني هناك في مباراه الرجاء، لان القدر الله لو جه هدف اعتقد هيدي ثقه لفريق الرجاء ان انا ممكن في اي وقت تاني ان انا ممكن اقدر ان انا اسجل هدف. مهم جدا ان النادي الاهلي يبقى عنده مرتدات وتحولات مهمه، لان ممكن النادي الاهلي لو زي ما احنا قلنا لو قدر ان هو يحرز هدف، اعتقد ان هو هيقتل المباراه تماما. دي بعض المفاتيح. النقطه بقى المهمه اكتر من كده كمان، ان لعيبه النادي الاهلي يبقى عندها ثقه في نفسها، ان انا النادي الاهلي ممكن اكسب بره مصر وفي المغرب كمان. تمام. ارضي وارضك. الكره الحديثه دلوقتي كابتن هادي لا تعترف بكده، يعني المفروض العطاء في الملعب بصرف النظر هلعب فين. بصي، هي طبعا في ظل التواجد الجماهيري بيبقى صاحب الارض ليه الافضليه طبعا اكيد. يعني زائد ان هو متعود على الاجواء بتاعه الجو، زائد ارضيه الملعب، كل دي بتدي يعني افضليه اكتر، حتى من الناحيه المعنويه. لما بينزلوا بيبقى عندهم قدر من الهجوم اكتر وعندهم شجاعه اكتر يعني. فده اللي بيحصل. لكن على الفريق اللي هو راح الملعب بقى المنافس، ان هو يكون فريق منظم، فريق عارف ادواره، كل لعيب عارف هو بيعمل ايه، الخطوط متقاربه، في تركيز دفاعي وفي شغل هجومي واضح، في جمل تكتيكيه متدربين عليها. ممكن سؤال اتفضل بعد اذن حضرتك؟ اتفضل يا كابتن. يفضل يا كابتن هادي ان هو يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه النهارده، ولا انت شايف من وجهه نظرك ان ممكن يحصل تغيير؟ ما يغيرش خالص.
بنفس التشكيل. نفس التشكيل. ولو تغييراته كانت تغييراته ما ايضا تكون ينفعش. بنفس ما التغييرات. ينفعش، لا حسب التغييرات، حسب بقى حسب سيناريو مجريات المباراة. انا بنتكلم عن التشكيل نفسه. تمام. التشكيل لازم هو نفس التشكيل، لان خلاص كل لعيب عرف البوزيشن ومين جنبه تمام. وحساسيه المباراه ودخول الستارت الاولاني من التيم ده، وما فيش حد من الفرقه من 11 اللي لعبوا تحسي انه ايه يعني خارج عن السرب شويه، تمام. او هو مستواه يعني يبقى في مشكله لو ولكن لعب. اسمح لي برضو يعني مشاكل كهرباء نالت شوية من تركيزه النهاردة. صح. وارد مم. وارد، بس في الاخر هو لعيب يعني انا عايز اقول لك احنا عانينا في مركز المهاجم في النادي الاهلي بقالنا اكتر من سنتين، تمام. ومش لاقيين الضله بتاعتنا. لقينا الضله بتاعتنا في كهربا دلوقتي، فمش معنى ان كهربا يعني النهارده مباراة مش إلى حد ما كان خارج يعني نطاق الخدمة يبقى يعني ونتيجه ان هو برضو الضغوط اللعيبه ما حواليه. كانتش بتخدم عليه بشكل كويس، لكن تمام. هو كهربا لازم يكون موجود. تمام. مشاكل كهرباء نالت شوية من تركيزه كابتن خالد. اتفق معاكي طبعا النهاردة. شويه طبعا. كهربا يعني ربنا يكون في عونه، يعني يخرج من مشكله يدخل في مشكله تانية. لسه ما خلصش موضوع الغرامه الكبيره ال 2.5 مليون دولار. كل ما بيتأخر كل ما المبلغ بيزيد. المبلغ بيزيد طبعا، تمام. والدولار كمان سعره بيزيد. لكن النقطه الثانيه انه دخل كمان في مشكله ايقاف 12 مباراه وغرامه مليون جنيه محليا. طبعا النادي الاهلي استأنف على العقوبه، وتم تجميد العقوبه لغايه لجنه الاستئناف ما تاخد قرارها. فبالتالي هو عنده اكتر من مشكله. اكيد اللاعب بشر في الاخر، لما بتحصل له اي مشكله سواء في الملعب او خارج الملعب بتؤثر عليه. فده حصل شفناه في كهربا النهارده. هرجع بس اتكلم في نقطه يمكن اتكلم فيها كابتن كفته وكابتن هادي في حته حمدي فتحي. دي اتكلم فيها كابتن كفته. انا بس بختلف مع كابتن هادي في حاجه واحده. انا شايف حمدي فتحي الافضل انه يبدا بدل عمرو السولية. تمام. وده اللي واضح لاكتر من سبب. حمدي فتحي بيكمل في الناحيه الهجوميه الكلام اللي كابتن كفته قاله. كابتن عمرو السولية برضو ومن غير زعل وانا بتكلم بصراحه مطلقه، عامل السن يعني ليه مؤثر بشكل كبير جدا. عمرو السولية 33 سنه ماشي في 34 سنه. النادي الاهلي بيلعب كل 4-5 ايام ماتش. انه يلعب عنصر اساسي في المكان ده. كمان المكان ده بيخليه يعني لازم بيتقدم. يعني بنشوف حمدي فتحي بيتقدم جوه منطقه الجزاء وبيرجع تاني لغايه نص الملعب في حاله الهجوم المنافس. فمحتاج لياقه بدنيه عاليه. يعني مش مشكله في عمرو السولية، لازم بس يا اما يريح شويه ماتشين. حته كمان انه ممكن ياخد مثلا نص ساعه الاخير يكون افضل انه ينزل فايق. لكن عمرو السولية الفتره الاخيره بيجي على بدايه الشوط الثاني خلاص بتلاقيه بدنيا وقع خالص وبيحصل تراجع، فبيضطر الاهلي يعمل تبديل مبكر، في حين كمان انه ما بيكملش الناحيه الهجوميه بشكل كبير. فانا شايف حمدي فتحي افضل الفتره الاخيره. والراجل ماتش بيراميدز نزل سجل هدف الفوز، النهارده نزل بيسجل هدف الثاني. اعتقد حمدي فتحي يعني يستحق اكتر انه يكون متواجد في ثلاثي خط النص مع اليو ديانج ومروان عطيه. وده لا يقلل مع عمرو السولية شيء، ولكن محتاج فتره برضه يريح. عامل اللياقه البدنيه عامل السن ممكن يكون بديل افضل في الفتره اللي جايه. الشوط الثاني هيكون يوم السبت الجاي ان شاء الله كابتن كفته. يعني المفروض السيناريو اللي يعني يبدا من بكره، لو بكره في راحه سلبيه يعملوا ايه علشان يقدر النادي الاهلي يعني يفوز في دور الثمانيه ويفرح جماهيره؟ لا مش هيعمل حاجه زياده يعني. من اللي اعتقد لعيبه النادي الاهلي يعني قد ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها النهارده؟ يعني في الشوط الاول ما كنتوش من الناحيه الفنيه راضيين عن اداء النادي الاهلي. يعني يمكن انا ما عجبنيش اول ربع ساعه ان الرجاء كان نازل ضاغط جامد جدا على النادي الاهلي. لو كان لا قدر الله قدر ان هو يحرز هدف، اعتقد سيناريو المباراه ده كان اختلف تماما يعني. تمام. وده اللي صرح بيه يعني حسين الشحات، بيقول لك لم نتوقع ضغط الرجاء المبكر. طب كويس الحمد لله. تمام. النقطه الثانيه يمكن في اجاده كبيره جدا للشناوي. يمكن الشناوي ابتدى زي فعلا ما كابتن خالد قال ان رجع تاني لمستواه الطبيعي. قدر النهارده الشناوي ان هو يحافظ على شباكه، واعتقد ان دي غيرت من سيناريو المباراه تماما. محمد عبد المنعم مأدي مباراه كبيره جدا النهارده، وقدر ان هو يحرز الهدف الاولاني. انا بس ما عجبنيش حته مهمه جدا النهارده، حته الثقه بالنفس. يمكن متولي عمل واحده في الشوط الاولاني ما كانتش محتاجه خالص ان انا اعملها كده. اعتقد ان الاخطاء اللي هناك يا مدام نجلاء المباراه مش هتبقى مستحمله اخطاء. يمكن في الحته ديت يمكن مش فاكر كان مين جنبه، كان حسين الشحات او محمد هاني. خالد قال له لا طلعها واحده صح. او العبها لقدام. هو يمكن اختيار الاصعب. اتمنى ان النادي الاهلي هناك الاخطاء تقل جدا يا مدام نجلاء، لان هم فرقه كويسه وفرقه عندهم خط الهجوم ونص الملعب اللي بيكمل. اعتقد ان هم لعيبه ممكن اللي احنا كنا بنقوله بقى النهارده زي ما انت حضرتك قلتي. تمام. الاستغلال انصاف فرص. ايوه نعم. يبقى يمكن الشناوي قدر النهارده يحافظ على الفرص الكامله. يمكن هم ليهم فرصتين كاملين النهارده مش انصاف بقى. تمام. فاتمنى ان الانصاف فرص هناك ما تبقاش كتير خالص او ما تبقاش موجوده خالص، لان عشان ما تصعبش المباراه على النادي الاهلي. طبعا احنا عندنا ثقه كبيره جدا
في لعيبه النادي الاهلي وفي جهازه الفني ان هو هيختار افضل تشكيل، ويمكن احنا يعني كلنا مجمعين ان ده التشكيل الافضل للنادي الاهلي هناك، لانه بيجمع بين حاجتين، بين النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. يمكن الكابتن هادي له وجهه نظر ان الثلاثي ده ممكن يستمر، ولكن لو انت برضو سالتيه طب حمدي فتحي يبقى موجود مثلا، هيقول لك برضو اوكي، مفيش يعني ما يبقاش ما فيش مشكله خالص يعني فاهم. ولكن احنا بس يمكن انا بنتكلم في الجزئيه بتاعت حمدي فتحي ان هو عنده حته التكمله الهجوميه. اتمنى يبقى فيه يعني وده اللي اثر على كهربا برضو في الشوط الاول يا كابتن، ان هو كان لوحده دايما جوه منطقه الجزاء، ما كانش في حد بيكمل معاه، فكنت تلاقي كهربا وسط الثلاث مدافعين من الرجاء، فكان تايه شويه وما كانش مؤثر. لكن لو ما يكون حد معاه مساند بتلاقي المدافعين واحد بيروح نعدل بقى النقطه دي ازاي؟ مين اللي يكون معاه مساند؟ هو حمدي فتحي اللي احنا شفناه، حمدي فتحي ان هو يكمل طبعا، خاصه ماتش بره ملعبك. يعني لو ماتش سهل هنا في ملعبك ممكن بيكون قفشه مثلا او قندوسي، بيبقى هو ده اللي بيكمل كصانع العاب رقم 10. لكن ماتش خارج ملعبك اعتقد لازم يلعب بثلاثه ديفندرز، فالاقرب فيهم ان هو ممكن يكمل حمدي فتحي. كمان خالد برضه مهمه جدا، انت مش هتلاقي محمد هاني وعلي معلول في المباراه اللي هناك طايرين على طول يا مدام نجلاء، اكيد هيبقى فيه حرص شويه، هيبقوا واخدين نواحي دفاعيه اكتر من النواحي الهجوميه، فهتلاقي فيه واجبات دفاعيه لبيرسي تاو والحسين الشحات اكتر. فمهم جدا لو حمدي فتحي يبقى موجود، لان هو الوحيد اللي يقدر يكمل مع الستاره اللي احنا قلنا عليها اليو ديانج ومروان عطيه. فاعتقد ان النادي الاهلي في المباراه اللي هناك مش هيبقى فيه النواحي الهجوميه زي هنا. يعني احنا قلنا في النادي الاهلي هينزل ضاغط. انا ما اتمناش ان النادي الاهلي يبقى مضغوط في اول 10 دقائق هناك في المغرب، لا، يبقى فيه برضو نواحي هجوميه تقلل الضغط على النادي الاهلي، بحيث ان هو ما يحصلش زي ما شفناه النهارده في الشوط الاول. خاصه ان هو عنده يعني اكتر من سيناريو، الفوز او التعادل او الخساره بفرق هدف وحيد او بفرق هدفين بشرط تسجيل هدف في مرمى الرجاء. كابتن هادي خشبه اعتقد الموقف هيكون مريح شويه من ناحيه الاعصاب بالنادي الاهلي، عنده اكتر من سيناريو ليقدر ان هو يجتاز هذا الدور. هو افضل حاجه للنادي الاهلي ان هو يكون منظم في اللعب من بدايه المباراه حتى نهايتها، والتنظيم الدفاعي والهجوم حتى يبقى بحساب معين. ده اتصور ان هو هيكون انسب للنادي الاهلي في مباراه العوده. تمام. خاصه النادي الاهلي كسبان في ملعبه 2-0 وحالته المعنويه كويسه، وفي نفس الوقت الحاله البدنيه بتاعت لعيبته جيده. بغض النظر بقى احنا بنتكلم على عمرو السولية اللي هيبدا او حمدي فتحي، احنا هناك مش محتاجين دور الهجومي بتاع حمدي فتحي. ليه؟ انا محتاج احافظ على الهدفين بتوعي. عرفت اطلع بالنتيجه ان انا 0-0، انا كده وصلت. عرفت ان انا يعني محتاج تغيير هجومي لو لا قدر الله دخل فيها جون، ساعتها هنشوف. فاللي انا بقوله سواء عمرو السولية او حمدي فتحي، الاثنين بيأدوا نفس الدور في الواجبات بتاعتهم. يعني حتى لو مروان طلع، حتى لو اليو ديانج طلع وحمدي فتحي هو اللي دخل، هم الاربعه يعني مستواهم قريب من بعض. تمام. يعني ما عندناش اشكاليه في دي خالص. لكن احنا بنقول دايما اللي انت بدأت بيه الماتش اللي فات تبدأ بيه الماتش الاخير، هو ده الاولى. يعني تبدأ من حيث انتهيت. وبعدين خلي بالك واللي تكسب والعب. وكمان انت عندك الاسبوع ده لسه في تدريبات، بيشوف برضو الحاله البدنيه بتاعت اللعيبه، نسبه الاصابات عامله ازاي. تفضل السفر يكون مبكر ولا مبكر قبل المباراه؟ لا مبكر. لازم كل ما تسافر يوم بدري كل ما يبقى افضل، تاخد على الاجواء هنا برضو في مصر. يعني الحاله بتاعت اللعيبه بينزلوا جمهور ويتكلم معاهم وبتاع، لازم يقفلوا على نفسهم شويه. المعسكر نفسه بيخلي اللعيبه في الفندق قاعدين راحه، تركيزهم اعلى. وفتره عيد كمان هتلاقي بقى زيارات عائليه وخروجات وكحك وبوتيفور فعايزين نلحق اللعيبه ونسافرهم عشان يركزوا قبل ما يعيشوا اجواء العيد. يعني لا بس العيد فرحه برضه، هم فرحانين بهدفين. خلاص بقى يعني. هو لعيبه الكوره هم قدرهم كده. لا والنادي الاهلي عودنا كمان بعد ما المباراه تنتهي فرحه ساعه ساعتين خلاص انتهت. هو اليوم الفرحه دي، وبعدين تاني يوم بقى على طول شغل. تمام. وده النادي الاهلي. ما اعتقدش ان في مباريات يا كابتن في الاسبوع. لا ما فيش خلاص. وده الصح. ان كان زمان كانوا يعني حاجه يلعب صعبه. بعدين تدخل دوري، انا مركز في الدوري ولا في افريقيا، بعدين تخش على افريقيا، بعدين ترجع دوري، فكان بيبقى في انهيار يعني. لكن دلوقتي خلاص في اسبوع كافي جدا، لعيبه يستشفى بشكل كويس، يسافروا معسكر بدري شويه، يتعودوا على الاجواء، يتمرنوا في ملعب المباراه،
يبقى المدرب يشوف بقى لعيبته والحاله الفنيه، يبقى في استقرار كده ذهني وفني تمام. وبدني للعيبه ان شاء الله. المنذر الكبير المدير الفني للرجاء طبعا هو تونسي الجنسية، كابتن خالد طلعت، توقعاتك برضو هيبدأ من حيث انتهى اللي تكسبه لعبه، ولا ممكن يحدث بعض التغييرات أو الاستشفاء لكتير من المصابين؟ لا اكيد هيحدث بعض التغييرات، لان يعني زي ما حضرتك بتقولي اللي تكسبه لعبه، هو ما كسبش النهارده فبالتالي لازم يغير. يعني في تمام. الفريق لما بيكسب بيحافظ على نفس التشكيل، لكن هو النهارده خسر وما كانش الاداء جيد بالنسبه له، والمباراه مختلفه ان هو بيلعب على ملعبه. عنده لعيبه افضل يا كابتن خالد، ممكن عنده النواحي مصابين الهجوميه ممكن النواحي يلحقوا الهجومية المباراة. كمان. عنده المصابين. عبد الاله مذكور هيكون جاهز النهارده، كان موجود على الدكه لكن ما كانش جاهز، ده بيلعب ظهير ايمن، لاعب مميز جدا. عنده سفيان بن جديده، ده من اللعيبه برضه رؤوس الحربه، نزل النهارده في نص الشوط الثاني، اعتقد ممكن يبدا بيه في ماتش العوده. تمام. عنده عبد الاله حفيظي لاعب وسط مهاجم، عنده اوراق رابحه سواء راجع من اصابات او لعيبه ما كانش بيلعبها النهارده لانه ما كانش بيلعب وده بنزعه يقلق هجوميه على فكرة. كبيره. طبعا، لا هو فريق رجاء فريق كبير طبعا، تمام. ما حدش ينكر، لكن فاعتقد هيبدا بنزعه هجوميه كبيره، لكن ده ممكن بقى يخليه يفتح دفاعه شويه. يعني دي النقطه. بس في اتفضل يا كابتن. قاطعني في حاجه. لا يا كابتن، انت حبيبي. اكيد بقى، بص المدير الفني اكيد في المؤتمر الصحفي دلوقتي خالد هيقول لهم حاجه واحده بس، احنا قادرين، صح، احنا قادرين ان احنا نعدل طبعا. وده اللي قاله على فكرة حارس المرمى يعني في المؤتمر الصحفي او في اللقاء، أنس الزنيتي. يعني برضو خدي بالك، هو زي ما بيشتغل، زي ما النادي الاهلي هيشتغل نفسي يا مدام، اكيد هو طبعا أيضاً. بيقول لهم دلوقتي انسوا ده خالص، احنا قادرين ان احنا نكون لسه انا بقول لك الكلام ممكنة. انا بقول لك الكلام اللي هو هيتقال ده. احنا كنا هنا ممكن نكسب واحد وممكن كنا نجيب هدفين، بس احنا ملناش حظوظ وبتاع، فاكيد هيرفع من روحهم المعنويه، هيدي ثقه لجماهير الرجاء ان انتوا لازم تبقوا انتوا ورانا ودفعه قويه تبقوا ورانا، بحيث ان هو يهيئ لهم الجو ان احنا ممكن نقدر نفوز. هتكون مباراه صعبه جدا كابتن خالد. طبعا فريق رجاء فريق قوي. انا عايز اقول لك النهارده دي يا مدام نجلاء اول بس الحكم هيكون ليبي ابراهيم معتز حكم الساحه، يعني ما فرقش عن الحكم بتاع النهارده كتير، مش من الحكام برضو المعروفه على مستوى القاره السمراء يعني. تمام. مستغرب من الكاف، هل بيدوا فرص لحكام هم شايفين انهم قاعدين؟ وارد كده، لكن ماتشات صعبه زي دي اعتقد يعني اهلي ورجاء ماتشات بتبقى قويه، محتاجين حكام اكثر خبره من كده شويه. لكن عايز اقول لك ان النهارده دي تعتبر اول هزيمه لفريق الرجاء في البطوله، منذ بدايه البطوله ما خسرش ولا مباراه، دي اول هزيمه ليهم، اول مباراه كمان ما يسجلش فيهم اهداف. يعني الرجاء كل الماتشات اللي فاتت يا اما كان بيكسب يا اما بيتعادل تعادل ايجابي، فكان بيسجل اهداف، فبالتالي دي اول مباراه يفشل في تسجيل اي هدف فيها. فواضح ان في بعض الارقام اتحطمت على صخره النادي الاهلي بقى ما واجه فريق قوي بحجم النادي الاهلي، تلقى اول هزيمه واول مباراه ما سجلش فيها اهداف، فدي برضو عصفورين بحجر يعني. يعني في اكتر من رقم مميز للنادي الاهلي طبعا النهارده، ونتمنى انه يكمل المسيره باذن الله. يعني ان شاء الله في حال خوض الاهلي النصف النهائي هتقام مباراه الذهاب خارج مصر والعوده في القاهره. صح. وباذن الله في حال تاهل الاهلي للمباراه النهائيه هيخوض مباراه الذهاب في القاهره والاياب خارج مصر. تمام فعلا. يعني ان شاء الله ماتش السيمي فاينال لو الامور مشيت طبيعيه باذن الله هيكون الاهلي والترجي التونسي، ماتش الذهاب هيكون في تونس وماتش العوده في القاهره عندنا هنا، دي طبعا امور هتكون افضل. ماتش الفاينل بقى لو الاهلي باذن الله كمل سواء بقى الوداد البيضاوي او صن داونز، للاسف ماتش العوده في النهايه هيكون خارج ملعب النادي الاهلي، اما في جنوب افريقيا او في المغرب. طبعا كلمه لجماهير النادي الاهلي النهارده، لاني اعتقد هم اللاعب رقم 1. طبعا انا بدات بيه الاستوديو ونختم بيه الاستوديو. طبعا الجمهور النادي الاهلي الوفاء الكبير جدا ان هو حضر النهارده بكثافه كبيره، 50,000 مشجع للنادي الاهلي، مش متفرج. يعني فرق بين متفرج ومشجع، كان كلهم دايما حماس ودايما مع قلوبهم مع اللعيبه في الملعب، ودي حقيقه هو ده جمهور النادي الاهلي معودنا ان هو بيساند فرقته في سواء جوه مصر او بره مصر. نتمنى ان شاء الله دايما الاهلي كبير بجمهوره وبادارته وبفريقه وبلعيبته ان شاء الله باذن الله. جماهير النادي الاهلي اكيد محتاجه دعم من النجوم الكبار لما يشيدوا بيهم، وكمان يشيدوا ان هم بيروحوا وبييجوا بيأزروا وبيكونوا ورا فرقتهم. كابتن كفته، يمكن انا جاي بدري النهارده على الاستوديو مدام نجلاء، يعني شفت المنظر بصراحه، عديت من الاستاد يمكن من الساعه 4 جماهير النادي الاهلي متواجده. طبعا ليهم كل الشكر وليهم كل التقدير، واعتقد هم بقى مش يعني رقم 12، لا هم لاعب رقم 1. بالظبط. جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه جدا، بتحب تحيه ليهم خاصه الجماهير الملتزمه. والكابتن هادي قال نقطه يمكن انا بقى اقولها تملي بقى احب الكلمه دي اللي هو قالها،
ان اللعيبه بتدفي بعض، لا انا بقول كمان ايه بقى، يعني الجماهير بتدفي اللعيبه كمان. تمام. فيعني حاجه جميله النهارده، المنظر جميل، الدفعه قويه جدا. لا وكولر اول ما وصل الاستاد يعني دور على ارضيه الملعب وحيا وبص الجماهير. الجماهير على فكره، هو ممكن ما معجب يكونش جدا بالحضور لا عارفه ليه الجماهيري. برضه مدام نجلاء، لان نعم. هو ممكن ما شافش كم الجماهير أيوة. النادي الاهلي تمام. قبل كده. يمكن كان بيروح بقى باعداد قليله كابتن هادي صحيح. بتاع 1000 2000 مش عارف 3، فشاف لما شاف النهارده اعتقد طبعا اديته ثقه كبيره جدا، ادت ثقه للعيبه. تمام. فان شاء الله باذن الله كده تبقى جماهير النادي الاهلي على طول إن وراها. شاء الله. لو انت هتختمي كنت عايز اقول حاجه بس، اتفضل، انت طبعا اتفضل. الف سلامه الكابتن عمرو الحديدي، كان المفروض يبقى موجود في الاستوديو، فالف سلامه طبعا. ان شاء الله باذن الله وعكه كده وتعدي، لان هو حرمنا النهارده، كان عامل الفانوس في كان عامل الفانوس هي في بس رمضان. هي والدة زوجته اللي تعبانه، عشان الناس ما تفتكرش ان كابتن عمرو بس تعبان. لا يعني عشان ما تخضوش عليه، ما يتخضوش عليه يعني. الف سلامه ان هي شاء الله، وعكة صحية ينورنا في بسيطة إن شاء الاستديوهات الله. القادمه ألف سلامة باذن عليه إن الله. شاء فهو الله. كان عامل الفانوس في رمضان، كان عامل رسم كده الفانوس يا كابتن هادي والنهارده بقى يعني كانت ناقصه الكحك، فالكحك جه بقى من وراه، يعني حبينا نقول له بس. حابب تقول حاجه في نهايه الاستوديو بارقامك زميلنا خالد انا عايز طلعت؟ اقول لك على حته الجمهور، بس انا يعني جالي معلومه كده برضو اكسكلوسيف او حصريه، يعني الناس اللي طبعا النهارده متواجد، الناس كلها عارفه 50,000 متفرج في الاستاد النهارده. العدد كان اكتر؟ لا، العدد اللي دخل على الموقع عشان يحجز تذاكر الماتش وصل 24 مليون شخص. 24 مليون واحد اللي قدر ان هو فعلا يحصل على تذكره. 24 مليون واحد حاولوا بعد ما نزلوا التذاكر على الموقع، 24 محاوله حصلت على الموقع من خلال جماهير النادي الاهلي عشان تحجز تذاكر. فانت متخيله الرقم يعني تقريبا سفير السعاده، ربع الشعب المصري، يعني بنتكلم 100 مليون مواطن، تقريبا 24 مليون النهارده، واحلى عاديه النهارده. رقم طبعا كبير جدا، مبين قد ايه يعني اخبار العيد ايه معاكم يا كباتن؟ العيد جميل، العيد فرحه وشغل كمان. بشكركم جدا، نورتونا النهارده في ملعب اف ام. الف مبروك للنادي الاهلي، قدر ان هو يفوز على رجاء بهدفين مقابل لا شيء. ان شاء الله الشوط الثاني هنتابعه يوم السبت القادم، ويقدر ان هو يفرح جماهيره كالعاده. كابتن هادي خشبه بشكرك جدا، وكل سنه وحضرتك بخير. كل سنه طيبين وشكرا. كابتن محمد عبد الفتاح كفته، شكرا لحضرتك، وكل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وحضرتك طيبه، وكنا سعداء ان احنا موجودين مع حضرتك، وعيد سعيد علينا كده، والنادي الاهلي النهارده عيد علينا كلنا. تمام، احلى عاديه. ناقدنا الاستاذ خالد طلعت، بشكرك جدا لحضورك الكريم. متشكر جدا ليكي، وكل سنه وانتم طيبين، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا لكم اصدقائي. ملعب اف ام على 108 اف ام، السهره تحلى. انتظرونا من خلال الفترات القادمه على الميكسر محمد كساب، ورئيس التحرير عبد الحكيم علي، مخرجنا مصطفى محمود. دايما بكون سعيده معاكم نجلاء حلمي. تصبحوا على خير.